انت عارف انا لو ما كنتش دخلت هندسه كنت هدخل صيدله. ده شرف ليا يا طنط. هو ايه علاقه هندسه بصيدله؟ مش دي علم رياضه ودي علم علوم. اهلك هم اللي كانوا بيقرروا لك انت تدخل ايه. انا اهلي بالنسبه لهم ما كانش فيه غير طب وهندسه وصيدله. مش لازم كل الناس يبقوا دكاترة ومهندسين وبياعين أدوية. نعم، بايعين ادويه. ليلى، انت عايزه تدرسي ايه؟ كاستم ديزاين. كويس. حلوه شغلانه الترزي دي، مش محتاجه تخش لها كليه صح؟ ما هم الجهلة كلهم بيقولوا كده. لو سمحتي اعتذري له. اعتذروا ليه؟ أنا بقول وجهة نظري. لا ولا يهم حضرتك، انا مش محتاج اي اعتذار. هاخد على كلام عيله برضو يعني. أنا مش عيلة. ما هم العيال ما بيشوفوش برضو انهم عيال. طاهر، هو انت بتستفزها ليه؟ لو أنا عيلة يبقى أنت تافه. ليلى، بعدين انا مش فاهمه، هو انت قاعد باصص لي كده ليه؟ بتصورني مثلا؟ لا انت فاهمه. مراد، مش ذنبي بقى اللي انت قاعد ما بتشوفش. هند، تربيه بقى. لو انا ما شفتهاش يبقى هي ما عدتش عليك، ولا انت ولا اخواتك. سيبيني. مالكش دعوه بالاشكال دي. بس بقى ما يصحش كده. في ايه؟ نيلي، مصطفى، اتفرج استنى بس مفيش راجل يضرب بنت. مش لما يبقوا بنات اصلا. أنت قليل الأدب. كتني بقى احسن لك. انت بتكلمها كده ازاي اساسا؟ هو مش قال لك الكتمي؟ يا ابعد كده. اتكلم معاكي.